أعزائي المشاهدين، حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن موضوع هام وهو الفساد المجتمعي. والحقيقة إن في يوم عالمي مخصص لمكافحة الفساد. ده يعني دليل على إن الفساد حاجة عالمية، لكن إزاي بنكافح الفساد، إزاي بنحاول إن احنا نسيطر عليه. والحقيقة ده كان من أولى اهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، هو محاربة الفساد في كافة أماكنه وبكافة طرقه وأشكاله. حول هذا الموضوع هيكون ضيفنا النهاردة في استوديو الهواء دكتور سامي محمد حبيب، محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتخطيط. أهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور سامي، لو قلنا نعرف ايه هو الفساد، نعرفه ازاي، نقول عليه ايه؟ الفساد بصفه عامه هو كل سلوك او تصرف يخالف القواعد والقوانين ولا يلتزم بها، تمام، مما يضر بالمصلحه العامه للمجتمع. الفساد له اشكال، أيوة. بس هو المعنى القاصر اللي بيجي في ذهن اي مواطن ان لما اقول انا بحارب الفساد بيجي في ذهنه ان مسؤول في موقع فساد ما إداري. فساد اداري. لا، الفساد الاداري هو نوع من انواع الفساد العامه اللي بتبقى موجوده في المجتمعات. الفساد الاداري ده فرع. أيوة. مسؤول موظف في مكان مهما كان بقى في هيكل تنظيمي اعلى او اوسط او ادنى بيخالف قواعد العمل اللي هو فيها، ده بنسميه الفساد الاداري لتحقيق مصلحه شخصيه له، مصلحه ماديه، مصلحه عينيه، باي شكل من الاشكال. لا، الفساد الاداري لا، مش عايزين يبقى هو المنظور العام اللي يجي في دماغنا. أيوة. لان الفساد معنى اعم واشمل من الفساد الاداري فقط. وكون ان تم تخصيص يوم عالمي لمكافحة الفساد، يعني ما اقدرش بقى هنا احصر الفساد في مجتمع بعينه. يعني دي حاجة عالمية موجودة بتتفاوت وتتراوح حسب المجتمع. طبيعة البشر الكون ربنا خلقه فاسدين. طبيعة البشر الكون ربنا خلقه صراع بين الخير والحق وبين الشر إلى أن تقوم الساعة. الفساد صورة من صور الشر، وبالتالي هو موجود منذ بدء الخليقة. تمام. الأخ قتل أخوه. أيوة. تمام، أبناء آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة. وبالتالي ما نقدرش نقول ان الفساد موجود في دولة ومش موجود في التانية. لا، كل اللي عايش على الكرة الأرضية بشر، وكلهم من سلالة آدم، منهم من يحمل الخير ومنهم من يحمل الشر. وبالتالي فالفساد موجود، وليس فسادا إداريا فقط ولكن فسادا مجتمعيا. عايزين بقى ننظر للفساد بالمنظور الأعم والأشمل اللي هو الفساد المجتمعي، الفساد اللي موجود في المجتمع ككل بصفة عامة، واللي بينتج عن زي ما قلنا مخالفة الأفراد للقواعد والقوانين المنظمة لحياة المجتمع وأموره، ولا يلتزمون بها من أجل تحقيق مصالح بقى، قد تكون مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية، مصالح مهما كان شكلها، لأفراد أو لجماعات أو لجماعات تمام، على اختلاف أشكالها. ده طبعا نقدر نقول إن هو علاقة اجتماعية بين أفراد. تمام. يعني هل الفساد الاجتماعي برضو يعني له أنواع؟ ده له أنواع وأشكال عديدة. لو جينا بصينا للفساد الاجتماعي، ده في فساد سياسي، وما أدراك ما الفساد السياسي. طب. ده في فساد اقتصادي، ده في فساد رياضي. وده برضو يعني متغلغل فيه كتير. تمام. في فساد اجتماعي، والفساد الاجتماعي يعني ايه؟ مش مجتمع بايظ بس كده مثلا او مخوخ، لا، ده انت تيجي تبص تلاقي الفساد الاجتماعي ده من اول اسره غير سويه، اسره غير سليمه هتطلع لي افراد غير اسوياء يضروا المجتمع، مرورا بالمدرسه، مرورا بالجامعه، مرورا باعلام قد يكون قاصر في بعض الاوقات، مرورا بخطاب ديني قد يكون قاصر غير قادر على ان هو يخلق المواطن الواعي، مواطن التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي. قصور ديني. تمام، فساد ديني
ممكن الاقي مثلا فساد زي ما قلنا كده رياضي، تمام. انواع عديده من الفساد، بتبدا من الاسره، تخش على المدرسه، تخش على الجامعه، تخش على الاعلام اللي بيبني الفكر، تخش على الثقافه والفن اللي هي المفروض بتخلق شخص ذو فكر وثقافه ووعي ووجدان وقدرة على القراءة والتحليل والنقد للمشكلات المجتمعية علشان أفهمها صح، علشان أقدر أحللها صح، عشان أقدر أتعامل معاها صح، علشان أقدر أساهم في حلها صح. كل ده إحنا مفتقدينه. أنا ممكن ألاقي فيه فساد في التعليم. الفساد في التعليم مش إدارة العملية التعليمية نفسها بس اللي قد يكون فيها فساد أو قصور، لا، ده المناهج نفسها. يعني أنا لما أحب أبني مواطن نموذجي صالح، إيه المناهج اللي أنا بحطها له والمقررات اللي أنا بدرسها له؟ بحط له إيه في الكتب؟ هل أنا بدرس له التاريخ كما يجب أن يدرس؟ هل أنا بعلمه التاريخ صح ولا بيتحط التاريخ طبقا للأهواء؟ وبناء عليه ينتج عندي أجيال ما عندهاش خلفية ثقافية بتاريخ وطنه، وبالتالي ما يقدرش يبقى سند وظهر لوطنه نتيجة ان هو مش عارف تاريخ حياة وطنه ده والى اخره. هل انا بدرس له الدين صح في المدرسة؟ ما هو احنا لما نيجي نبص للمشكلات دي كلها، ابص للمجتمع واشوف ايه المشكلات اللي حاصلة فيه والاقيها ناتجة من نظام تعليمي قاصر. نظام تعليمي قاصر يعني فيه بعض الشوائب، مش بنقول قاصر، مش بنقول فاشل، تمام. قاصر يعني في بعض الثغرات. انت بتعلمه ايه وبتعلمه ازاي وايه اللي حضرتك بتحطه له في المقررات والمناهج؟ حضرتك بتعلمه علوم تطلعه موظف، محاسبه، اداره، طب، هندسه، قانون، زراعه، الكلام ده كله. طب هنا يعني بكلام حضرتك كده يعني الدنيا كلها بايظه. يعني المجتمع، مش بنتكلم على مجتمعنا احنا، الفساد المجتمعي بصفه عامه لما يكون في كل النواحي دي، يبقى كده المجتمع كله مش مظبوط. ازاي انا ابتدي ان انا اصلح فيه؟ لان دي حاجه عايزه النسف وتبتدي من اول وجديد. يعني ان حاجه زي ما حضرتك ما تفضلت قلت حاجه مخوخه، فمش هعرف اصلح فيها، لازم ازيلها وابتدي من اول وجديد. نبتدي ازاي ونعمل ايه ونخلي ايه؟ دي اجيال طالعه على مفاهيم وعلى مجتمع من جميع النواحي في بقى اوجه قصور. هقول لحضرتك، هناخد كلمه مخوخه دي ونقول الشجره بمناسبه الاحداث اللي بتحصل حوالينا في الدول المحيطه بالدوله المصريه والدول اللي سقطت. الشجره ما بتقعش بسهوله الا اذا كانت مخوخه من جوه. مخوخه من جوه يعني ايه؟ الشعب ليس لديه الوعي. طب علشان بقى اعالج الفساد ده وابني الوعي، بمناسبه المبادره اللي اطلقتها الدوله المصريه بدايه جديده لاعاده بناء الانسان المصري. لماذا اطلقت هذه المبادره؟ اطلقت لان القياده السياسيه استشعرت ان هناك خللا في الثقافه وفي الفكر، تمام، لدى المواطن المصري. احنا بنقول دايما ايه؟ الاميه ده اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. لا، ده الاميه هي من لا الاميه يا اميه ثقافيه، اميه سياسيه، او ما اعرفش حقوق السياسيه ولا بروح انتخابات. لا بس لا، هتوقف عند حضرتك هنا يا دكتور. يمكن دي كانت في مرحله ما. انا بشوف الحقيقه ان مع المبادرات اللي موجوده دلوقتي في جميع المناحي، سواء تعليميه، صحيه، ملتقى شباب، وعي جديد طالع مع الشباب، طالع عندهم فعلا، يعني ده جيل جديد عنده وعي عن الجيل السابق الحقيقه. وهو ده اللي حضرتك ابتديتي تعمليه بقى من بدايه إقامة وتنظيم مؤتمرات الشباب. اللي كان بيطلع يتدرب في صربيا وكان بيتدرب فين وفين وفين، وكانت عقوله مخترقة ومضحوك عليه، لحد ما عمل اللي عمله في 2011 نتيجة عدم وعيه. حضرتك حطيتي ايدك صح على المشكلة، فابتديتي من بعد 2013 و14 و15 ابتديتي تنظمي مؤتمرات الشباب علشان تبتدي تستقطبي الشباب ده علشان تبني فكره. عملت الايه؟ الأكاديمية الوطنية للتدريب، واطلقت أخيرا مبادرة بداية، لأن
لانتاج مواطن جديد ذو فكر جديد، علشان اعالج الاميه اللي كانت موجوده قبل كده. مش الاميه التعليميه القراءه والكتابه، لا، عشان اعالج الاميه الثقافيه، الاميه السياسيه، الاميه الاجتماعيه، الاميه الاقتصاديه. ما هو انا لما اكون مواطن عايش في بلد ومش فاهم اقتصاد ولا فاهم رياده اعمال ولا فاهم اداره اعمال، لا انا هقدر اعرف اقتصادي بيمر بايه علشان ادعم بلدي واستخدم اشتري المنتج المصري مثلا بدل ما اشتري المنتج المستورد، ولا فاهم رياده اعمال ان انا افكر ان انا اعمل مشروع او الى اخره. كل دي اميه اقتصاديه نتيجه ان انا ما بعلمش الحاجات دي كلها فين؟ في المدارس. يبقى اميه سياسيه، اميه ثقافيه، اميه اجتماعيه، اميه في جميع في جميع المجالات. عدم معرفتي بكل شيء او بعض الاشياء في كل تخصص، هو دي الاميه الحقيقيه اللي هتخليني مش قادر اعرف الوطن مشكلاته ايه، وبالتالي مش هقدر افهمها ولا هقدر استوعبها، فهفضل صاخب دايما باستمرار واقول البلد ما بتعملش، البلد ما بتعملش، البلد بتعمل. انا هعمل ايه بقطر كهربائي؟ انا هعمل ايه بمونوريل؟ انا هعمل ايه بكذا؟ فاهم؟ انت امي ما عندكش ثقافه تعرفك قيمه الحاجات دي كلها. الحقيقه ان الفساد المجتمعي يبدا برضو من المواطن اللي بيطلع يتهرب من تذكره الترام، اللي بينزل بيرمي التذكره دي في الشارع، اللي بيشخبط على الحوائط او بيقطع كراسي او بيكسر يعني فانوس اضاءه معمول او حاجات مجمله معموله، اللي بيكسر في سور معمول. هي دي ده فساد مجتمعي. انت يعني بتفسد الحاجه اللي انت دافع ضرايبها، اللي الدوله كلها قايمه بيها عشان تطورها، فانت بتفسدها. ما هو ده بقى نسميه ليه الاميه الاقتصاديه. لما اجي اتهرب من ضرايب، لما اجي اتهرب من جمارك، لما اجي اتهرب من كذا، تمام، لما اجي اخرب كذا، ما هو التخريب ده كله علشان يعاد اقامته تاني هيستنزف ميزانيه وموازنه الدوله، يبقى اذا هيعود عليك بالسلب. لما اتهرب من كذا، لما اتهرب من كذا، لما اسرق تيار كهرباء، لما اسرق وصله ميه، لما اعمل كذا، ما هو كل ده أمية اقتصادية بتخلي المواطن من دول مش قادر لما تيجي تلاقي الشرطة مثلا بتوع المرافق بيشيلوا من الناس مثلا من الطريق، من ان هم سادين الطريق ولهم اسواق، الناس بقى حرام عليك وليه ده رزق، يعني ما دي برضو ده فساد. انت بتشجع الناس على انه مخالفة القوانين. كل ده بقى ناتج من ايه؟ الناتج من عدم وجود وعي لدى المواطن يخليه قادر على ادراك ايه الصح وايه الغلط وايه اللي بيتعامل لمصلحة المجتمع، لأن الجميع ينظر للمصلحة الفردية الشخصية فقط ولا ينظر للمصلحة الجماعية للمجتمع. تمام؟ أنا لما تقول لي هيعمل لي إيه الطريق ده؟ هيأكلني، هيرخص لي رغيف العيش، انت بتدور كنظره شخصيه لك انت ولا تدور كنظره مجتمعيه للمجتمع؟ طب حل الموضوع ده ايه يا دكتور؟ يعني اذا كان الناس مثلا، مش هقدر اقول لكل واحد انت اعملها لوحدك يعني، والدوله برضو مش هتمشي ورا كل مواطن، يعني كل المشاريع موجوده وكل الاعلانات موجوده وكل دايما يعني خلي بالكم على بلدكم، تبلغوا عن اي مرتشي عن اي حاجه. الحل ازاي انا اعمل انتماء قوي يخليني احارب الفساد ده؟ هنا يبقى لازم ارفع الوعي والفكر والادراك عند المواطن علشان يتحول من مواطن سلبي اول ما يشوف على اول الشارع بتوع المرافق جايين يروحوا رامين على بعض يقول له شيل حاجتك شيل حاجتك، بتوع المرافق جايين. يجي بتوع المرافق يلاقوا الشارع فاضي فيمشوا، بعد ما يمشوا يرجع الشارع زي ما كان. مش عايزين بقى لعبة القط والفار بين المواطن وبين المرافق. كل ده يجي من خلال ايه؟ من خلال رفع مستوى الوعي والفكر والثقافة لدى المجتمع. ايه هو الوعي؟ الوعي هو كمية الافكار والمعتقدات والقيم الايجابية اللي المفروض تبقى موجودة عند المواطن علشان تخليه يقدر يفهم مشكلات بلده ويقدر يفهم مشكلات مجتمعه ويحللها ويتعامل معها بإيجابية ويقترح حلول ويدعم دولته في حل الأزمات اللي هي بتواجهها. تمام؟ ده ايه؟ ده الوعي. وبالتالي لما يبقى الإنسان يمتلك الوعي ده هيتحول لمواطن إيجابي، هو اللي هيساهم في الارتقاء ببلده. إزاي أخلق بقى واصنع الوعي ده؟ مش هاجي أقول لهم تعالوا لما وعيكم، لا. وبعدين مش هينفع ان انا اعمل عملية نسف لجيل
هقتلهم مثلا، مش هنسف جيل وابدا من جديد. انما انا ابدا اعمل ايه؟ اروح اجيب لجنه، تمام، اشكل لجنه على وجه السرعه بقياده علماء الاجتماع، لان علماء الاجتماع هم اللي حللوا المشاكل المجتمعيه، هم اللي شافوا شرايح المجتمع وحللوها وشافوا مشاكلها ايه وسلوكياتها ايه، وعندهم الحلول الايجابيه اللي المفروض ايه تعالج السلبيات. طيب علماء الاجتماع هيقعدوا لوحدهم؟ لا، هيبقى معاهم وزير التعليم، وزير التعليم العالي، شيخ الازهر ووزير الاوقاف وبابا الكنيسه، وزير الشباب والرياضه. ما ده الحوار المجتمعي يا دكتور. ايه الحوار المجتمعي؟ هيقعدوا دول كلهم علشان يطلعوا لي ميثاق. طب ما ده موجود. ايوه الميثاق ده هيتعمل ايه؟ اللي مكتوب في الميثاق نيجي بقى نشوف هنعمل بيه ايه. نيجي لوزير التعليم. هو حضرتك لما هتحط المناهج التعليميه علشان تعلم الولاد من المرحله الابتدائيه، مش هنقول كي جي 1 لسه، من المرحله الابتدائيه لحد ما يتخرج من الجامعه، حضرتك بتعلمه المناهج العلميه اللي هي هتطلعه موظف يشتغل في تخصص معين، لكن هل علمته المناهج الحياتيه والمناهج السلوكيه والقيم والاخلاقيات اللي هي تخليه مواطن صالح بعد ما يرجع من شغله 10 ساعات ولا 8 ساعات الورديه بتاعته، بقيه ال 16 ساعه هيمارس حياته بايجابيه، صح ولا لا؟ دكتور عايزه اقف عند الجزئيه دي. هل الضغوط الاقتصاديه هي اللي بتخلق الفساد المجتمعي؟ لما كل واحد ما فيش يعني الحياه طاحنه وكلنا بنجري ورا لقمه العيش، واللي بيطلع من شغل بيروح على شغل تاني، فالدنيا بتبقى يعني طاحونه، فبتخلي الواحد ساخط، وبالتالي السخط ده بيطلع في صورة فساد مجتمعي، في ان هو يتنرفز على حاجة، يكسر حاجة، يعمل حاجة. هل ده سببه مثلا الازمات الاقتصادية ممكن تساهم في حاجة زي كده؟ هقول لحضرتك حاجة، هي جزء من الاسباب، ولكن مش عايزين نعملها شماعة. انا اذا كنت امتلك الفكر والوعي، تمام، هو احنا ايه اللي بيخلينا مرتبنا ما يكفيناش؟ لو جينا بصينا لنفسنا، اقعد بمسك ورقة او قلم كده وشوف انت بتصرف ايه على الاساسيات وايه على الرفاهيات. الرفاهيات اللي جه حضرتك لما حصل ارتفاعات في الاسعار استغنيت عنها وابتديت تغير سلوكياتك الاستهلاكيه. طب انت ليه نمط حياتك ما يبقاش عقلاني كده من الاول؟ تمام، وما تجيش كل شويه تقول ازمه اقتصاديه وفلوسي ما بتكفيش. ما هو شوف انت بتصرف فلوسك ازاي. احنا شعب استهلاكي بطبيعته، ايوه، شعب تفاخري بطبيعته، يعني شعب، يعني مش عايز اقول ما احناش عمليين، ولكن احنا استهلاكيين. تمام، فمش عايز اقول ان الازمه الاقتصاديه هي السبب الاساسي، ولكن السبب الاساسي هو الوعي والمعتقدات والفكر الجيد اللي موجود عند المواطن. انا متعلم صح ولا لا؟ ما احنا نجيب المشكله من جذورها بقى. انا متعلم صح في المدرسه ولا لا؟ اتعلمت قيم وسلوكيات. عارف كان الحاجات اللي هي كانت بتزود الوعي المجتمعي، حصص التربية القومية، النشيد الصباح اللي كان بيتقال فيه أغاني وطنية، كل دي حاجات برضو بتنمي الوعي عند الأطفال من هم موجودين. ومادة التربية الدينية لما حضرتك تحذفيها وتقولي محذوفة من المجموع وبعدين بقت مادة مهمشة وبعدين بقت لا تضاف للمجموع ومادة مهمشة والى آخره، وما بتذاكر ليلة الامتحان وساعات بيخشوها من غير مذاكرة، يعتمد على اللي سمعه في خطبة الجمعة من الشيخ. طب هل ده هيطلع مواطن إيجابي صالح لا يمتلك بداخله بعض عناصر الفساد؟ لا، ما لازم اعلمه دينه صح. ايوه، تمام، لازم اعلمه تربيه قوميه صح، لازم اعلمه تاريخه صح، لازم اعلمه الانتماء صح جوه المدرسه، لازم اعلمه ان النشيد الوطني اللي حضرتك بتردده في الطابور ده جزء اساسي في ظل ما انا شايف المخططات حروب الجيل الرابع اللي بتحيط بالدوله المصريه. تمام، وشايفين الدول حوالينا بيجرى لها ايه، وشايفين احنا متغلغلين جوانا قد ايه، وبيلعبوا في عقولنا قد ايه، ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بيحصل عليها ازاي، والاعلام الخارجي موجه لحضرتك ازاي علشان يعمل لحضرتك خلخله في الفكر وخلخله في الثقافه ويخليك ضد بلدك دايما، ويقتل عند حضرتك الوعي والادراك الايجابي والتفكير المنطقي والتفكير العلمي اللي يخليك تفكري في مشاكل مجتمعك تفكير ايجابي.
لا هو دايما الواحد يعني حانق على عايز يخلي المجتمع. حضرتك ساخطه ساخطه ساخطه. ليه؟ لانه هو لو دمر العقل الجمعي للمجتمع جوه يبقى هو خوخ الشجره، فتقدر اي حد يزق الشجره كده تسقط بسهوله زي ما بيحصل في دول تانية. احنا مش عايزين النقطه دي، مش عايزين المرحله دي، عايزين العقل والفكر بتاعنا يبقى هنا بقى الرهان على الوعي. الرهان على الوعي اللي قلنا بدايه انشاء، بدايه تكوين. الرهان على الوعي اللي قلنا بدايه انشاء، بدايه تكوينه من المدرسه. وهتعلمهم ايه؟ المواد العلميه دي المفروض تبقى 30% 40%. المواد الحياتيه اللي بتبني انسان تمام دي المفروض تبقى هي ال 60%. ده بيتخرجوا من الجامعه وبعدين مش عارفين يختار شريكه حياته ازاي وتختار شريك حياتها ازاي، ويعتمدوا على الشكل وعلى المظهر، وعايزين نجيب كام ثلاجه وكام تلفزيون وكام شاشه وكام بطانيه تمام، والنيش مش عارف فيه ايه، وفلوس قد كده، وبعدين يتسجنوا بالوصولات اللي جايبين بيها الحاجات ديت، وبعدين بعد كده مشاكل ونطلع الغارمين والغارمات. هل دي ثقافه مجتمع؟ دي مش ثقافه مجتمع. كل ده عبء اقتصادي عليك وعلى الدوله بتاعتك. اذا انت ده فكر اقتصادي فاشل عند المجتمع. انت بتعلمه ايه؟ هل انت علمته تربيه الابناء؟ هل علمته اداره الاسره؟ بدل ما حضرتك عندك كام الف قضيه في محكمه الاسره كل سنه في المحاكم المصريه. هي اصل الحياه مش هتعلم محاسبه وهندسه وطب وصيدله والكلام ده كله. الحياه انت بتبنيه ازاي في المناهج التعليميه. ده بس باختصار كده عن التعليم. انا لما اجي الخطاب الديني، لو نقلنا بقى الخطاب الديني سواء اسلامي او مسيحي، ما هو حضرتك ما تجيش تقف على المنبر علشان تسمع لي الايه وبعدين الحديث وبعدين تذكر لي بعض الاحداث اللي حصلت من 1400 سنه. لا انا عايزك لما القياده السياسيه نادت بتجديد الخطاب الديني. اسمه ايه؟ تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب، تجديد عائده على الخطاب. يعني اجدد الطريقه اللي انا بوصل بيها المعلومه الدينيه، مش بجدد الدين عشان بس الناس فهمت غلط وقالت الدوله بتلعب في الدين. ما بنلعبش في الدين. انا بجدد لك الطريقه اللي هي هوصل لك بيها القيم والمعلومات الدينيه علشان تتوافق مع الحياه اللي حضرتك عايشها دلوقتي. تمام. أيوة. مش هقعد احكي لك الاحداث واللي حصلت من 1400 سنه، انا احكيها لك عشان تاخد منها العظه والعبره وتعرف تاريخك القديم، وبعدين اربطها لك بالاحداث اللي موجوده دلوقتي. ما هو تجديد الخطاب الديني الخطبه اللي بتيجي مكتوبه من وزاره الاوقاف تروح لكل الائمه والوعاظ في المساجد على مستوى الجمهوريه، دي بيكتبها واعظ طبعا. تمام. لا دي المفروض يكتبها رجل الدين ورجل امن ورجل سياسه ورجل اقتصاد. تمام. ايوه. ورجل في المجال الطبي. كل دولت يقعدوا يعملوا لجنه علشان يكتبوا الخطبه. انت النهارده هتقول للناس ايه في خطبه الجمعه؟ تمام. أيوة. وقل اعملوا في سير الله وملائكته ورسوله والمؤمنون. ما سمعش الايه والحديث وبعدين احكي احداث قديمه. طب ما انا لما اجي اربطها لك النهارده، نحن نعيش ازمه اقتصاديه فيجب ان احنا نعمل كذا، يجب ان احنا نخلص بعمل، يجب إن... يبقى اذا الخطاب الديني اللجنه دي لما تيجي تكتب الخطبه الدينيه فيها رجل امني هيجيب لك بعض الايات والاحاديث المرتبطه بالايه؟ بالنواحي الامنيه علشان ينبهك لما يحاك لك من حروب الجيل الرابع واللي بيحصل في الدول الثانيه. لما تقعد اللجنه دي كده تكتب الخطبه يبقى يطلع لي خطبه نموذجيه، وجبه ثقافيه دسمه. تمام. اللي قاعد في الجامع هيتعلم، لا ده تعلم دين وتعلم سياسه وتعلم ايه اقتصاد وتعلم امن قومي وتعلم وتعلم وتعلم. لا تستهينوا بخطبه الجمعه. طبعا خطبه الجمعه دي الوجبه اللي هي ممكن تغير حياه مجتمع. الرجل سوف يعود الى منزله علشان يجيب ولاده والبنات اللي ما كانوش في الجامع بيصلوا، يقول لهم الخطبه كان فيها ايه، او ابنائه الصغيرين اللي لو كانوا ما راحوش معاه الجامع مع الست زوجته، وبعدين يقعد ده الشيخ النهارده قال كذا، يبتدي يحلل الاحداث اللي بتحصل في الحروب الجيل الرابع والاحداث اللي بتحصل حواليه، ويشوف 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 ويربط الاحداث كلها ببعضها. يبقى اذا خطبه الجمعه ادتني وجبه ايه؟ وجبه ثقافيه. فلازم خطبه الجمعه هنا بنلعب على الوعي في جميع المجالات، يعني سواء في المجال الديني سواء في المجال التعليمي، بنلعب على الوعي هو اللي بيشكل وجدان المواطن. ما هو المشكله عندنا ايه؟ المشكله عندنا ان الوعي عندنا او تخصص معين، لا يجب ان يكون الوعي من خصائصه ان هو يتسم بالشمول. شمول يعني ايه؟ بيشمل جميع جوانب المعرفه. ما بقولكش يبقى متخصص في الدين ومتخصص في السياسه ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا. لا انا عايزك تبقى فاهم دي وفاهم دي وفاهم دي وفاهم دي بما يساعدك على ان انت تفهم
ما يدور حواليك في المجتمع، بحيث تبقى مواطن ايجابي ما تبقاش مواطن سلبي. ما هو المشكله عندنا ايه؟ المشكله عندنا تبص تلاقي رجل الدين تعمق جدا في الدين فيطلع على المنبر فيقول الخطبه دينيه 10/10، ولكن في بعض الحاجات التانية اغفلها، فمش قادر بقى يربط الخطاب الديني بالنواحي الاخرى اللي تمس حياه المجتمع. يعني الامام الشافعي كان قال ايه في احدى مقولاته؟ قال انا قعدت 20 سنه علشان ما معناه يعرف كل حاجه عن حياه المجتمع. ليه؟ اصل لما بيجي ينطلب منه فتوى معينه، فتوى تتعلق بأسرة، تتعلق بجواز، بطلاق، بميراث، بفلوس، بكذا بكذا بكذا، يبقى لازم عنده خلفية عن كل الايه؟ الأمور. بمناسبة الفتوى، يعني الحقيقة يعني اللي كانوا عاملين مؤتمر النهارده. يعني يجب على أي شخص يطلب فتوى دار الإفتاء في خط ساخن، يعني لا يتأخروا أبدا، تطلب الفتوى من دار الإفتاء. محدش أبدا ياخد فتوى من يعني شيخ جامع ولا رجل يعني حكيم كبير في السن. الفتوى من دار الإفتاء، يعني موجود خط ساخن، موجود في سرية تامة، بناخد الفتوى من مكانها الأصلي رجاء، حتى يعني ان حاجات كتير جدا بتفسد في المجتمع للناس بتلبس عباءة الدين وبتفتي بحاجات بتخرب بيوت وبتكون يعني بعيدة تماما عن الدين. ما هي المشكلة ان عندنا عدد كبير جدا من المفتيين، الجميع يفتي. لا، هو المفروض مش الجميع يفتي طبعا، المفروض الفتوى لها ناسها، لها ناسها ولها اهلها المتخصصين الملمين بعلوم الفتوى والملمين بقواعد وعلوم الدين والملمين بكل ما تتطلبه الفتوى علشان تطلع فتوى ايه سليمه. لكن انا ابص الاقي اصل ده تبع جماعه مش عارف ايه ومستولين على الجامع ده، وده تبع جماعه ايه ومش عارف ايه، وده كذا وده كذا وده كذا، وده بيفتي ويكفر الباقيين، وده بيفتي والباقيين ما بيفهموش حاجه. تمام. طيب احنا لو طلعنا سريعا بعيد عن التعليم وبعيد عن الخطاب الديني ورحنا للفن والثقافه. الفن والثقافه حضرتك كنت بتقدمي ايه في افلام زمان؟ شوفي حضرتك بتقدمي ايه في افلام دلوقتي؟ صحيح، بدون تحديد. شوفي المستوى انحدر من ايه لايه. كانت القيم زمان في الافلام شكلها ايه؟ صحيح. المواطن احمد ابراهيم لا تشرب هذا الدواء، وشوفي الفيلم كله حضرتك كان بيدور حوالين ايه؟ فئات المجتمع كلها متكاتفه عشان تنقذ حياه واحد. دلوقتي ما بنشوفش غير عنف وضرب وقتل وسرقه وجنس والى اخره، وان البلطجي هو اللي بياخد حقه بدراعه، وان كذا 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 كذا، وان كذا 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 كذا. طب ما هو ده بينعكس على ايه؟ ما هو اللي حضرتك بتحطه في الافلام وفي المسلسلات. تمام. ويا ريت ننتبه لمسلسلات شهر رمضان بالذات، لان دي بيبقى محطوط فيها كل السم في العسل. ايوه السم في العسل، السموم في العسل، مش سم واحد فقط. تمام. شوف كل حضرتك ده كله بينعكس على افراد المجتمع، لان هو المجتمع بياخد ثقافته منين؟ ما هو من مدرسه، من خطاب ديني، من خطبه جمعه، من فيلم، من مسلسل، من كذا من كذا من كذا. وبعدين تيجي حضرتك ماشيه في الشارع فتبص تلاقي طفل قد كده اهوت بيقول حاجات حضرتك مستغرباها، بيتصرف تصرفات حضرتك مستغرباها. ليه الجرائم الجديده؟ في جرائم عمرها ما كانت بتحصل في المجتمع المصري قبل كده بقت بتحصل. ليه بقت بتحصل؟ نتيجة الانهيار الثقافي والفكري اللي حاصل عند الناس. كل ده شكل من اشكال المجتمع، الفساد المجتمعي. انا لو طلعت من الفن والمسلسلات والافلام دخلت على الاعلام. معلش دخلت على الاعلام. انا لما اجي ابص الاعلام ولا حرج ايه كم البرامج التوعويه والثقافيه. ومعنا كنا زمان بنشوف، يعني انا شفت على اليوتيوب حلقه فيها طه حسين الله يرحمه وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف ادريس وحسين عبد القدوس وانيس منصور والى اخره، كانوا قاعدين 13 واحد عشان يتناقشوا مع طه حسين ومذيعه راقيه الفكر بتدير الايه؟ بتدير الحلقه. اما اجي دلوقتي ابص الاقي انا عندي تحول ده لاستوديو تحليلي ساعتين قبل الماتش وساعتين بعد الماتش، وبعدين دول قاعدين يشتموا في دول ودول قاعدين يشتموا في دول، نطلع نتيجه ده للناس اللي الحمراء والفانيلا البيضاء، وبعدين فقره تحكيميه دي ضربه جزاء، لا مش ضربه جزاء. تمام. وبعدين هل انت لما جبت حكم وقف يحلل ويقول لك ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ ده الماتش خلص اصلا بقى له ساعتين، هو ده هيغير نتيجه الماتش؟ ما هي الاشياء يا سيدي الفاضل تقاس بنتائجها. هتغير نتيجه الماتش؟ لا خلاص، يبقى اللي بتعمله ده ملوش لازمه. صحيح.
تمام. صحيح. ده بس مثال من البرامج الرياضيه. انا لما افتح اجي من القناه دي للقناه دي ابص الاقي برامج طبيخ، برامج طبيخ، برامج طبيخ، برامج مش عارف مسابقات، برامج كذا، برامج طب ده بيعود على الفكر بايه؟ حضرتك تشوفي في اليوم الواحد 3 4 5 برامج طبيخ، وبعدين برضو الاكل بيجي دليفري من بره، او بتطلع في الاخر بتعمل مكرونه مع الجبنه. ما هي لما بتيجي بس هقول لحضرتك حاجه يا دكتور، يعني هو دي ممكن نعتبرها انها يعني وسائل او منصات بتهدف الى الربح، فبيعملوا اي محتوى هم عايزينه. لا، ما هنا دوري انا كمتلقي ان انا انتقي. يعني احنا اول ما ابتدينا مثلا كنا قناه ولا 2، وبعدين بقينا 5 وبقينا 8، كل واحد ينقي اللي هو عايزه. لما دلوقتي المنصات بقت كتير والمواقع التواصل بقت كتير والقنوات بقت كتير، برضو انت كمواطن تنتقي. ما تقولش انا بيفرض عليا كوره، او بيفرض عليا برامج طبيخ، او بيفرض عليا بلوجرز او كلام من ده. انا ليه اضيع وقتي واقعد اتفرج على حد بلوجر مثلا عمال يعمل دعايه المحل، او ليه اضيع وقتي على حد بيطبخ حاجه اي حاجه؟ ليه انا كمواطن، انا عقلي انا فين؟ انا الوقت بتاعي ده اللي ربنا هيحاسبني عليه، ما اقعدش اعمله في حاجه مفيده، او انا يعني اقرا حاجه مفيده تزود وعي وتزيد وعي. اتفضل. ارد على حضرتك. اتفضل. واحد متجوز وعنده 3 4 اولاد، 2 كفايه عشان ما نعملش ازمه. تمام. هيسيبهم في الشارع كده ويقول لهم روحوا اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه؟ هيسيبهم قاعدين في البيت ويقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه؟ ولا بيربيهم؟ طبعا بيربيهم. الاسره بقى. الاسره. طب نكبر الاسره بقى ونخليها بلد. ما انت لو الحريه المطلقه مفسده مطلقه، فحضرتك ما تقوليليش هسيب كل واحد ينتقي. يجب ان انا استخدم الاعلام كاداه لبناء مواطن صالح قوي، أيوة. قادر على حمل الوطن على اكتافه، وقادر على ان يكون ايجابيا فعالا منتجا. الاختيار. ما انا عندي برامج سياسيه، وعندي برامج اقتصاديه، وعندي محللين اقتصاديين، وعندي ليه انا ما بنتقيش الحاجه اللي انا عايزها؟ ليه اقول بيفرض عليا؟ ما فيش حاجه بتفرض على حد. المغريات والغرائز وما يقدم هو من انسان ضعيف بقى. وما يقدم من محتوى مغري نتيجة انهيار وضعف الثقافة عند بعض الافراد من المجتمع، هو اللي هيخليه يقول لك ايه برنامج سياسي، حول نشرة الاخبار بلا وجع قلب، انا هتفرج على مش عارف ايه وعلى ايه وعلى ايه، ما لا يسمن ولا يغني من فكر وثقافة. هو اللي اختار ده. ما هو اللي اختار. ما اقولش بقى ان انا بفرض عليه. يعني حط يعني زيها زي ايه الفرق ما بين الطالب المتفوق والطالب الغير متفوق؟ ان الطالب المتفوق ما هو قدامه مغريات برضه، انه يطلع يروح سينما، يطلع يروح يلعب ماتش كوره، يطلع يروح يقعد على القهوه. هو اختار انه هو يتفوق وانه هو يركز في دراسته. مين اللي ساعد الطالب المتفوق على ان عقليته تبقى كده؟ لا، والده ووالدته، اسرته اللي ربته كده. يعني مش كل واحد يعني كل واحد برضو صحيح الاسره لها دور، بس برضو يعني بتلاقي اخين، في واحد متفوق والتاني مش متفوق. كل واحد هو عايز ايه. فبالعكس انا لما همنع الممنوع مرغوب، انما دايما الواحد دايما يتوجه للي هو ينتقيه، ينتقي هو عايز ايه. عايز هنا ده الوعي اللي بنتكلم عنه. متى ينتقي؟ عندما يكون فكره فكرا ايجابيا. تمام. الفكر الايجابي بتاعه ده بقى لازم انا اكون من وهو صغير في المدرسه زرعت فيه الفكر الايجابي. خطبه الجمعه تكون ايجابيه بالنسبه له بحيث تطور فكره وتخليه فكر ايجابي. الجامعه تخليه فكره ايجابي. كل ما له علاقه بالثقافه يحاول يبث فيه الفكر الايجابي في دماغه، علشان اطلع في الاخر المواطن الصالح اللي حضرتك عايزاه، ده اللي لما يلاقي مثلا في برنامج كذا مفيد وفي برنامج كذا مش مفيد، فيقوم يسيب اللي مش مفيد ويروح للبرنامج المفيد، بدل ما يسيب التلفزيون خالص ويروح لوسائل التواصل الاجتماعي ويقعد بقى وما ادراك ما التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي وما يبث عليها. تمام. واكونتات فيك واكونتات وهميه، وتقعد تخلخل فكر المواطن المصري وتبنيه غلط وتكرهه في بلده وتسود له عيشته ولا اخره، وتخليه بدل ما يبقى عنصر بناء تخليه عنصر هدم في ظهر شوكه في ظهر المجتمع. تمام. لا، يجب ان انا اللي ابني الفكر الايجابي ده، علشان المواطن ده هو زي ما حضرتك عايزه يبقى مواطن صالح، يعرف يتفرج على ايه وما يتفرجش على ايه، يشوف ايه وما يشوفش ايه.
دكتور سامي، يعني انا في بعض يعني النقاط انا معاك فيها، وبعض النقاط الاخرى شايفه انها يمكن ده نتيجه موروث ان احنا تعودنا ان الحكومه ماما وبابا وهي اللي هتاكلنا وتشربنا وتقول لنا نتفرج على ايه وما نتفرجش على ايه ونعمل ايه. لا، يعني الانفتاح دلوقتي المجتمع كله كالعالم كله، كل حاجه كل المغريات موجوده، وكل الحاجات موجوده، في انفتاح ايجابي وفي انفتاح سلبي. بس انا ما هو ده يرجع لي انا. ما هو دلوقتي انا لو برضو ارجع اقول لك، لو طالب بعته يتعلم بره، ما الدنيا منفتحه جدا، في واحد بينجح وفي واحد بيفشل، ده نتيجه الشخصيه نفسها. ممكن يكون متربي احسن تربيه ومتعلم احسن تعليم، ولكن برضو ينساق برضو في مجالات غلط. فبترجع هنا لشخصيه الواحد. طبعا التربيه في المدرسه، التربيه في الاسره، والاختيارات والمدرسه والجامعه والخطاب الديني، ودور وزاره الشباب والرياضه في دعم الشباب فكريا، لان الشباب والرياضه ما هياش كوره بس ولا العاب رياضيه، لا ده هي دور مهم جدا في بناء وعي وفكر المواطن المصري. يعني احنا في نهاية حلقتنا بشكر ضيفي دكتور سامي محمد حبيب، محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتخطيط. بشكرك فندم، ألف شكر. شكرا لحضرتك، شكرا للسادة المشاهدين. بشكركم أعزائي المشاهدين. وقبل ما بختم لقائنا النهاردة من حديث المساء، بأؤكد دايما على الوعي. انتقي انت عايز تبقى ايه، ما تقرأه هو ما ستكون، ما اللي هتصاحبه هو اللي هيبقى مرآة لك. الكلام اللي انت بتردده بدون تفكير، بدون ما ترجع ليه، انت لازم يكون انت عندك شخصيتك الخاصه، مش الواحد يسمع حاجه ويرددها لمجرد ان هو يتكلم وخلاص. لازم كل واحد يكون له رايه هو وشخصيته هو، اللي نبع من قناعته الشخصيه. هو ده الوعي اللي دايما بيبني الشخصيه. بشكركم اعزائي المشاهدين، وفاصل ونستكمل حديث المساء والزميله غدا يوسف.